خلينا بقى نتكلم على الريفيرس او الانتي ريفيرس. الريفيرس اللي هو المكنه عندها القدره ان التروس الداخليه تلف لقدام، تمام، او تلف لورا. ده مش بيحبذ في بعض طرق الصيد، زي مثلا الجيجنج، زي البوبينج، زي الكاست، الجر، الحاجات دي كلها انت محتاج الانتي ريفيرس، ان المكنه بتلف في اتجاه واحد فقط لا غير، زي المكن دوت، تمام. ما بيبقاش فيه هنا الزرار اللي هو بيعمل حركة الرجوع للدراع، هو بص اتجاه واحد، بص خلاص. بالنسبة للريفيرس، ده ممكن تستخدمه لو انت بتصطاد بقى في التشويح. ملوش استخدام قوي غير في ان انت، انا عن نفسي بستخدمه في حالة اني بحط الصنارة في الكوباية، والصنارة بتبقى 4 متر ونص او 5 متر، وبتبقى مش عايز بقى تلعب في الفرامل اللي انت ظابطها وكل شوية تفتح الباك اب. فانت يا دوبك بتفك الزرار، الخيط بينزل او السبحة بتاعتك بتنزل، بتطعم، وتروح قافل الزرار ايه وتشتغل وتصطاد على طول. يفضل لو انت هتجيب الريفرس يبقى مكتوب على العلبه وان واي كلاتش، يعني بص مفيش بوش في حركه الدراع، تمام، مش زي دي مثلا. شايفين ده بيأثر جامد قوي على حركه الصيد بتاعتك، او لو انت بتصطاد بطعوم صناعيه بتاثر قوي على الاكشن بتاعك، سواء جيجنج او كاستنج او بوبينج. بتخيلك جدا وهتضايقك جدا جدا. ما رجحش خالص ان انت تجيب مكنه فيها فيها الزرار بتاع الريفرس دوت. لان هي فكره الزرار دوت اصلا ان هي بتبقى متعلقه على زي خطاف كده، او بنز، تمام، او حته حديده، تمام. كل الحمل كله اللي مانع ان المكنه ترجع هو المسمار دوت. وطبعا للاسف مع سوء الاستخدام ومع الوقت ممكن ايه يتكسر، وساعتها المكنه بتبقى ايه باظت خالص.